السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده الفيديو عن ماتش باتشوكا المكسيكي اللي خسرناه بضربات الجزاء امبارح. للاسف النتيجة مش احسن حاجة، ولكن الماتش له اهداف تانية، وهي ان المدير الفني الجديد جوزيه روبيرو يعني يتفرج على اللعيبة بشكل اكبر في مواجهة هيستفاد منها المدرب، وهيشوف اللعيبة بتاعته اللي جاهزة واللي يقدر يشاركها في المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية. طبعا في المباراة احنا شفنا بعض الحاجات زي الأداء الدفاعي المهزوز، ولكن ده له سبب إنه اللعيبة دي معظمها ما لعبش جنب بعض، مفيش انسجام بشكل كبير ما بين اللاعبين. ولكن لو التشكيلة اتثبتت إن شاء الله الدفاعية، هيبقى الأداء أحسن من كده. افضل اتنين من وجهة نظري ممكن يعني يشاركوا جنب بعض، ممكن بيكهام واشرف داري، او بيكهام وياسر ابراهيم. الاتنين دول اللي يعني ادوا بشكل كويس قوي في الشوط التاني. من الحاجات اللي تطمنك برضو مستوى زيزو ومستوى تريزيجيه. دول لازم ان الاتنين دول بالذات يكونوا موجودين في الملعب. وحاجات تانية برضو تطمنك، نص الملعب عندنا بقى عندك يعني زيادة على الدكة لعيبة أقوياء برضو. يعني أنت لو لعبت مثلا زي مثلا ما لعبت مروان وإمام ومحمد برمضان، عندك برضو بره قفشة وديانج، وعندك حمدي فتحي. وبالذات حمدي فتحي وديانج الاتنين دول هيبقوا معاك على الدكة طوال جدا، أو لو بيشاركوا اللي بره هيبقى برضو نفس الكفاءة. جراديشار جاله شد امبارح، ولكن النادي أعلن إنه هيكون موجود إن شاء الله في الافتتاح، هيكون جاهز، لأنه الإصابة عنده شد بسيط في العضلة الخلفية، وهو طلع علشان الإصابة ما تزيدش عليه. فالإصابة دي هتاخد يومين ثلاثة، وبعد كده هيرجع تاني للتدريبات الجماعية، وهيكون جاهز بشكل كبير للمباراة الافتتاحية لو احتاجوه. وطبعا عودة وسام هتكون مهمة جدا، لأنه المهاجم الأساسي واللي بقاله فترة مستواه كويس وبيشارك مع منتخب فلسطين. فإن شاء الله يكون بقى جاهز بنسبة 100%، ويكون إضافة قوية في الهجوم. حراس المرمى برضو عندنا، أنا شايف إن الشناوي يعني لعب ماتش كويس جدا في الشوط الأولاني. الهدف ما يسألش عنه. في إضافات أنا شايفها برضو، إنه لسه في الراجل لسه ما حطش بصماته كاملة، ولكن أنا ملاحظ إن الحراس بتلعب برجليها، والشناوي بالذات عامل كام كورة برجله كويس، بشكل كويس جدا. ودي حاجة مبشرة، يعني إن شاء الله يكون اللي جاي أحسن. أوفا طبعا شوبير، آه، احنا طبعا عارفين مستواه كويس جدا. طمنا برضو طول ما هو كان واقف كان بيطلع على الكوره العرضيه، وكان مستواه كويس طول الفتره اللي هو لعبها في الشوط الثاني. وفي ضربات الجزاء في 3 كور راح معاهم، وكان قريب جدا فيهم واحده، الثالثه بالذات كان ممكن يجيبها بس ما توفقناش. ضربات الجزاء كده كده مش مقياس يعني، ولكن ان شاء الله يعني احنا في المراحل اللي جايه مش هنحتاج ضربات الجزاء باذن الله. آه، وهيكون اهم حاجه عندنا مستوى الحراس، احنا طمنا عليه، ومستوى معظم الفرقه يعني كويس. اخر حاجه في الفيديو ده، انا حطيت تشكيل كده يعني يعتبر اقرب حاجه بالنسبه لي انا، وجهه نظري يعني. التشكيل يبقى الشناوي في حراسه المرمى، الدبيس في باك شمال، هاني باك يمين، بيكهام وجنبه ياسر او ديري، واحد في الاثنين يبقى موجود، بس بيكهام يبقى ثابت. الثلاثه بتوع نص الملعب يبقى حمدي فتحي وديانج، ومعاهم برمضان او امام، يعني واحد من الاثنين دول بس يثبت الاثنين. ديانج وحمدي فتحي الاثنين قوه جامده جدا دفاعيه في نص الملعب، مع ان يكون عندك واحد بيلعب قدام 8 زي امام او بن رمضان، هيبقى حاجه كويسه جدا. وطبعا في الهجوم هيبقى وسام. الاثنين اللي لعبوا اطراف هيبقى تريزيجيه ناحيه الشمال وزيزو ناحيه اليمين. ده يعتبر التشكيل اللي انا شايفه من وجهه نظري انه هيبقى مثالي جدا، وهيبقى مؤثر في الشكل الهجومي، لان تريزيجيه طبعا امبارح عودته كانت عوده كويسه جدا، وعمل ماتش محترم. لحد هنا انا خلصت الفيديو. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.